حكايتنا بتبدأ في صالة ملاكمة غير شرعية، وبنشوف في الحلبة واحد اسمه فورد بيضرب خصمه ضربات مبرحة. وبتروح واحدة اسمها فرانكي وبتسأل على فورد، وبيقول لها اللي شغال هناك إن هو اللي في الحلبة. وبتروح فرانكي وتتفرج على الماتش. وبعد ما بيهزم فورد خصمه بيدخل للحلبة واحد علشان يبدأ ماتش مع فورد. ولما بيظهر وشه بيخاف فورد وبينسحب من المباراة. وبنعرف إن الشخص ده ملاكم سابق اسمه دالتون، وبياخد دالتون فلوس الرهان وبيمشي. وفي طريقه بيظهر شخص بيتهم دالتون انه خسر فلوسه بسببه، وبيطعن دالتون بسكينة. وبيتعامل دالتون مع الموقف بهدوء شديد، وبيقول للشخص ده يمشي بدل ما يأذيه. وبيخاف الشاب ده وبيجري. وبيروح دالتون لعربيته وبيخرج شاش علشان يعالج جرحه. وبتروح له فرانكي وبتعرفه بنفسها، وبتشوف السكينة اللي في جنبه وبتحاول تقنعه يروحوا للمستشفى، بس هو بيرفض وبيطلب منها تساعده علشان يطهر جرحه. وبعد ما بيخلصوا بتعرض عليه فرانكي يشتغل في البار بتاعها، وده لأن في عصابات بتهاجمهم كل يوم وبيتسببوا في خساير. لكن دالتون بيرفض وبيقول لها إنه مشغول ومش هيشتغل عند حد، وإنها تقدر تقول لفورد. لكن فرانكي تديله الرقم بتاعها لو غير رأيه يكلمها. وبينام دالتون في العربية، وده لأن مش معاه فلوس يأجر أوضة. وبتروح له الشرطة وبتقوله يمشي، وبتعرفه إن ممنوع الوقوف هنا. وفي طريقه بيسمع دالتون ماتشات الملاكمة وبيكون متأثر جدا وبيقرر إنه ينتحر. وبيقف بالعربية على قضبان القطر، لكن بيغير رأيه في آخر لحظة وبيمشي بسرعة قبل القطر ما يخبطه. لكن القطر بيكون خبط العربية من ورا وبيدمرها. وبيقرر إنه يروح ويشتغل عند فرانكي، وبيركب الأتوبيس واللي بيوصله للمدينة اللي فيها البار. وبيحاول يوصل للعنوان لغاية ما بتشوفه بنت اسمها تشارلي شغالة في محل كتب باباها، وبيتكلم معاها دالتون وبيقول لها إنه جاي هنا علشان يشتغل. فبتديله تشارلي كتاب هدية. وبيخرج باباها ستيفن من المحل وبيسلم على دالتون وبيوصله لمكان البار. وبيوصل للمكان وبترحب بيه فرانكي وبتقوله إنه يقدر يبدأ شغل على طول. وبالليل بتبدأ الزباين إنها تتخانق، لكن دالتون كان شايف إن دي خناقات صغيرة ومش مستاهلة إنه يتدخل. وبعد شوية بتوصل عصابة مع زعيمها ديل، وبيفضل ديل يكسر في المكان. وبيحاول بالي، وده الشخص اللي بيقدم المشروب للزباين، إنه يطرد العصابة، لكن العصابة بتهاجمه. وبيتدخل دالتون وبيطلب منهم إنهم يخرجوا من البار، لكن ديل بيستفزه وبيكمل تكسير في المكان. وبيسألهم دالتون لو الموتوسيكلات اللي بره دي تبقى بتاعتهم، وفعلا بينجح دالتون إنه يخرج كل العصابة من البار. وبيخرج كمان كل اللي في البار علشان يشوفوا ايه اللي هيحصل. وبيهاجم دالتون العصابة وبيضربهم بعنف وبيقدر انه يهزمهم، وبيلاقي انه تسبب في اصابات خطيرة ليهم، فبياخد العربية وبيوصلهم للمستشفى. ولما بتشوفهم ممرضة اسمها آلي بتشكر دالتون انه خلصهم من العصابة، وبتشوف الجرح اللي في جنبه وبتعرض عليه انها تطهرهوله. وبتقوله آلي ان الجرح ده لازم يتخيط، لكن دالتون بيرفض وبيمشي. وبيوصل للبار وبتديله فرانكي $5000 وبتشكره انه انقذهم من العصابة. وبتعرض عليه فرانكي انه ينام في المركب بتاعتها، بس بتحذره ان في البحر في تمساح مفترس. وبينام دالتون وبيحلم باحداث حصلت قبل كده في ماتش مصارعة. وبتروح زميلته في المحل لورا وبتصحيه وبتديله الفطار بتاعه. وبيمشي في المدينة وبتبدأ كل الناس تسلم عليه وتشكره على اللي عمله. وبيوصل لمحل ستيفن وبيلاقي هناك تشارلي، وبيطلب منها دالتون جهاز كمبيوتر لانه عايز يشوف حاجات على النت. وفعلا بتقعدوا تشارلي على جهاز المكتبة، وبتشوف تشارلي حرامية بيسرقوا من واحد فلوسه، وبتخرج تشارلي تتخانق معاهم. وبيسمعها دالتون وبيخرج علشان يساعدها، وأول ما بيشوفوا الحرامية بيهربوا فورا. وبيتكلم دالتون مع تشارلي وبتحكي له إن مامتها ماتت، وإن باباها بيشتغل أكتر من شغلانة علشان يغطي مصاريفها. وبيروح للعصابة وهم على يخت زعيمهم براند، وبيقولوا له إن في شخص ضربهم وإن ديل في المستشفى لأن عنده ارتجاج في المخ. وبيتعصب براند وبيطردهم. وبنروح للبار وبنشوف ان في اتنين بيتخانقوا، وبيلاقي دالتون ان في واحد منهم مخبي سكينة في هدومه، فبيطلب من بالي انه يروح ويفض الخناقة، وبيعلمه حركات يدافع بيها عن نفسه. وفعلا بيروح بالي وبيهاجموا الشخص ده بالسكينة، وبيقدر بالي بمساعدة تعليمات دالتون انه يضربه، لكن الشخص ده بيهجم عليه من تاني وبيحاول يطعنه. وبيلحقوا دالتون وبيرمي من ايده السكينة وبيطرده برا البار. وبيخرج دالتون وبيقابل شخص اسمه راف، وبيعرف من العلامات الموجودة في ايده انه كان ملاكم قبل كده. وبيعرض عليه دالتون انه يشتغل في البار ويطرد الزباين اللي بتسبب مشاكل، وبيوافق ريف. وبالليل بيبدأ ريف شغله في البار وبيشتغل مع بيلي وبيطردوا الزباين اللي بيعملوا مشاكل كل يوم. وبيخرج دالتون يقف قدام البار وبيشوف عصابة براند وهما بيراقبوه، وبعدها بيمشوا. وبينام دالتون وبيحلم نفس الحلم بتاع ماتش الملاكمة. ولما بيصحى بينزل ياكل في مطعم وبيقابل هناك الممرضة إلي وبتسلم عليه، وبيسألها دالتون عن سبب وجود مشاكل باستمرار في المدينة في حين إن الشرطة مختفية. وبتقوله إلي إن الشرطة مش بتتدخل في جرائم المدينة، وده بسبب خوفها من العصابات.
وإن الناس طبعها عدواني، ولما حد بيعوز حاجة بياخدها غصب عن أي حد. وبالليل بتدي فرانكي لدالتون ريد بول أسبوعي، وبيخرج دالتون من البار، بس بتخبطه عربية، ومن شدة الاصطدام بيقع دالتون في صندوق العربية، وبتخبط بعدها العربية في الجسر وبتقع في المية، وبيهرب اللي كان سايقها. وبيقدر دالتون إنه ينقذ نفسه ويخرج من المية، وبنعرف إن اللي كان سايق العربية هو ديل وصاحبته. وبيرجع دالتون للمركب وبيلاقي إن ديل مستنيه هناك وبيهدده بالمسدس. وفي البداية بيتعامل معاه دالتون بهدوء لغاية ما فجأة بيمسك الترابيزة وبيضرب بيها ديل وبيوقعه في البحر، وبيهدد ديل دالتون إنه هيقتله لما يطلع من المية. وفعلا بيحاول إنه يطلع، لكن بيظهر تمساح مفترس وبيموت ديل. وبيتصدم دالتون من اللي حصل وبيبلغ الشرطة، وبتحاول الشرطة تدور على جثة ديل. وبيتكلم واحد مع دالتون وبيقوله إن ديل فرد في عصابة مخدرات، وإن تاني أهم شخص بعد زعيم العصابة. وبيروح دالتون للمكتبة وبيطلب من تشارلي توريله خريطة المدينة، وبيقدر يحدد أماكن عصابات المخدرات واللي بتبقى في مكان بعيد في وسط البحر. لكن تشارلي بتقوله إن صعب العصابة تكون موجودة هنا، لأن المكان ده فيه شعاب مرجانية ومكان مش عميق كفاية. وبعدها بيخرج دالتون من المكتبة وبيلاقي واحد من رجال براند مستنيه، وبيقوله إن رئيسه طالب يشوفه وإنه يركب معاه دلوقتي وإلا هيقتله. وبيرفض دالتون وبيقوله إنه لو رئيسه عايزه يجيله، لأنه مش بيروح لحد. وبيهدد فرد العصابة دالتون بالمسدس، لكن دالتون بيكسر ايده. وبيجي واحد تاني من العصابة بس بيخاف يتكلم مع دالتون وبياخد زميله وبيمشي. وبيروح على يخت براند واللي بيتعصب جدا، وبنعرف انه عايز يبوظ بار فرانكي علشان يجبرها تبيعهوله، وبكده هيقدر يبني مكانها منتجع سياحي. وبيتصل ابو براند بابنه وبيزعقله لانه كان مكلفه ياخد بار فرانكي لكن هو فشل. وبيتصل والد براند بشخص اسمه نيوكس وبيتفق معاه يساعد ابنه ويشتروا البار من فرانكي. وبتتقابل إلي مع دالتون على البحر وبيتكلموا عن ديل وإنه وقوعه في البحر وهجوم التمساح عليه كان مجرد صدفة مش أكتر. وبيقول دالتون لإلي إنه عرف إن ديل كان الدراع اليمين لراجل العصابة برانت. وبتقوله إلي إنها تعرف برانت وإنه صاحب معظم العقارات الموجودة هنا. وبيروح نيوكس وبيقابل برانت وبيعرفه بنفسه، وبيقوله إن أبوه هو اللي بعته، وبيديله بالبوكس وبيقوله أبوك بعتلك دي. وبيتعصب برانت وبيطرد نيوكس، لكن نيوكس مش بيرد عليه وبيسأله عن الحارس اللي عامل مشاكل. وبيقوله برانت عن دالتون وبيحذره إنه يتعامل مع الموضوع بعشوائية، وبيقوله ما يعملش أي حاجة وإنه هيحاول يخلص الموضوع ولو ما عرفش هيبلغه. وبيوافق نيوكس. وبيوصل دالتون على المركب وبيلاقي الشرطة مستنياه وبيبلغوه بإن العمدة طالب يشوفه، وبتكون إلي شايفة كل اللي بيحصل. وفعلا بيروح دالتون وبيقابل العمدة داك واللي بيهدده إنه هيحبسه لو ما مشيش من المدينة وإنه شخص غير مرغوب فيه. وبيضحك دالتون وبيقوله إنه مش هيمشي وإنه لو يقدر يعمل حاجة فيتفضل. وبيتعصب داك وبيأمر الشرطة إنهم يضربوا دالتون، وقبل ما يضرب دالتون بالرصاص بتوصل إلي وبتاخد دالتون وبتضرب داك بالقلم، ومش بيعمل داك أي رد فعل. وبتمشي إلي مع دالتون وبتحكي له إن داك يبقى أبوها، لكن في عداوة بينهم لأنه بيحمي برانت وعصابته. وبتقول لدالتون إنه لازم يمشي من المدينة في أسرع وقت لأنهم أكيد هيأذوه. وبنشوف 2 من عصابة براند داخلين مكتبة ستيفن ومعهم جركن بنزين. وبالليل بيروح براند لدالتون في البار وبيسأله هو ليه عايز يفضل في المدينة، وبيعرض عليه أي مبلغ في مقابل إنه يمشي، لكن دالتون مش بيرد عليه. وبيخرج براند موبايله وبيشغل فيديو عبارة عن ماتش ملاكمة قديم لدالتون، وبيبقى هو ده الحلم اللي دايما بيحلم دالتون بيه. وبنعرف إن دالتون فضل يضرب منافسه لغاية ما مات رغم إن منافسه كان استسلم أصلا. وبيفضل دالتون متمسك بهدوءه وده بيضايق براند، وبيمشي من البار وبيروح لنيوكس وبيقوله يدخل يتصرف. وبيدخل نيوكس مع باقي العصابة للبار وبيحاول ريف وبيلي يمنعوه، بس هو بيضربهم ومحدش من الموجودين بيقدر يوقفه. وبيفضل نيوكس ينادي على دالتون لغاية ما بيخرج له دالتون وبيفضل يتكلم معاه بهدوء، لكن بيهاجموا نيوكس وبيضربوا بعنف. وبيحاول دالتون انه يصد هجومه وبتبدأ ما بينهم معركة قوية، وبتساعد العصابة نيوكس وبيكتفوا دالتون وبيضربوا نيوكس. وبتحاول سكان المدينة انهم يساعدوا دالتون واللي بيكون فقد قوته من شدة الضرب. وبيرمي نيوكس برا البار وبيمشي دالتون من المكان بعد ما اتهزم. وبتوصل إلي وبتحاول إنها تكلم دالتون لكن هو مش بيرد عليها وبيكمل طريقه للمركب وبيبدأ يلم حاجاته علشان يمشي. وبتوصل فرانكي وبتتحايل عليه إنه يفضل، وبتفهمه إن براند أخد كل محلات المدينة بالعافية من أصحابها وإن مفاضلش غير البار بتاعها ومكتبة ستيفن وإنه لازم يساعدهم، بس هو مش بيرد عليها وبيكمل طريقه. وبتسأله فرانكي إذا كانوا هددوه وبيقول لها دالتون إنهم فعلا خوفوه. وبيروح بعدها لمحل ستيفن لكن بيلاقيه تحول لقطعة فحم. وبنعرف إن ستيفن وتشارلي موجودين في المستشفى.
وبيستنتج إن براند هو اللي عمل كده، وبيقرر إنه ما يمشيش من المدينة ويفضل يدافع عن أصحابه. وبيروح لعصابة براند وبيقوله إنه كان هيمشي من المدينة لولا اللي عملوه مع تشارلي وستيفن، وإنهم فعلا قدروا يخوفوه، بس هو خاف من اللي ممكن يحصل لو اتعصب. وبيحاول واحد من العصابة إنه يضرب دالتون بالسكينة، لكن دالتون بيضربه ضربة واحدة وبيموته. وبيسأل دالتون واحد من أفراد العصابة عن براند، وبيخاف الشخص ده وبيقوله ما يعرفش مكان براند، لكن يعرف إنه عنده اجتماع على الساعة 5 مع شروق الشمس، وهيتم تسليم شحنة في الاجتماع ده، وهيستلم براند مبلغ كبير. وبيروح دالتون المركب وبيحلم نفس الحلم، ولما بيقوم بيطلع على البحر وبيشوف إن في طيارة هليكوبتر سلمت شنطة فلوس لفرد شرطة، وبيتحرك الشرطي بالشنطة وبيهاجموا دالتون وبيفقدوا الوعي. ولما بيفوق الشرطي بيلاقي ان دالتون مكتفه وبيهدده انه هيتهمه ان هو اللي قتل الشخص اللي قتله دالتون امبارح وهيلبسه القضية. وبياخد دالتون الفلوس وبيتصل بالشرطة وبيبلغ ان في شرطي قتل مدني، وبعدها بيروح للقارب وبيصنع متفجرات علشان يستخدمها ضد براند. وبيروح له داك وبيطلب منه المساعدة لان براند خطف إيلي، وانه عمل كده لانه دالتون سرق فلوسه. وبيوافق دالتون انه يساعده وبيقوله انه هيحضر الفلوس وهيكلمه بعدها. وبياخد دالتون شنطة الفلوس وبيركب قارب وبيوصل ليخت براند، وبيربط القارب في اليخت وبيقابل براند في وجود داك. وبيفهم دالتون ان إيلي مش مخطوفة ولا حاجة، وبيقوله داك انهم عملوا كده علشان يتخلصوا منه، لكن براند بيضحك وبيقول لداك انه فعلا خطف إيلي. وبيتعصب داك وبيتخانق مع براند، وبيقول دالتون انه مش هيمشي غير لما يخلصوا كلامهم. وبيوصل نيوكس لليخت، لكن براند بيأمر رجالته ما يسيبوش نيوكس يطلع لليخت. وبيستغل دالتون الفرصة وبيطلع ريموت بيفجر القنابل اللي كان حاططها في القارب بتاعه، وبيتصاب كل الموجودين. وبيروح بسرعة دالتون وبيدور على إيلي وبيلاقيها، وبيكسر إزاز اليخت وبينط في المية، وبيقول لها تركب قارب النجاة بسرعة، لكن بيكون براند مستخبي على القارب وبيخطفها. وبيحاول نيوكس انه يموت دالتون، لكن دالتون بيقدر انه يوقع نيوكس من القارب، وبياخد هو القارب وبيلحق براند. وبيشوفوا براند وبيقدر انه يخبط القارب بتاع دالتون، لكن دالتون بيقدر انه يدخل جوه قارب براند وبيضربه. وبيلاقي دالتون انه هيخبطه في بار فرانكي، وبينط هو وإيلي في المية بسرعة، وفعلا بيخبط اليخت في البار وبيتدمر. وبيقدر نيوكس انه يخرج من البحر وبيسرق عربية، وبنلاقي ان براند لسه حي، وبتدور بينه وبين دالتون معركة شرسة، لكن بيوصل نيوكس بالعربية وبيهاجم دالتون. وبيبدأ دالتون معركته مع نيوكس، لكن بيكون نيوكس هو المسيطر لغاية ما بيغرس خشبة في جنب دالتون. وبيأمر براند نيوكس انه يقتل دالتون، وبيتعصب نيوكس من طريق براند فبيكسر رقبته وبيموته. وبيروح نيوكس يقتل دالتون، لكن دالتون بيستعيد قوته وبيخرج الخشبة اللي في جسمه وبيطعن بيها نيوكس في أماكن مختلفة لغاية ما بيموت. وبتوصل إيلي وبيوصل كمان العمدة داك، وبيقول لدالتون انه لازم يمشي وانه هيحذف ملفه من المدينة، وبكده هتسقط كل التهم. وفعلا بيسمع دالتون كلامه وبيمشي. وبتقرر فرانكي انها تصلح البار بتاعها وتجدده من تاني. وقبل ما يركب دالتون الاتوبيس بتروح له تشارلي وبتودعه. وبيروح ستيفن المكتبة وبيلاقي هناك شنطة سايبها له دالتون فيها مبلغ كبير، وبتكون دي الشنطة اللي اخدها دالتون من العصابة. وبيركب دالتون الاتوبيس وبيكمل طريقه علشان يبدأ حياة جديدة، وبينتهي الفيلم. حكايتنا بتبدأ مع الملاكم بيلي هوب، واللي بيكون صاحب لقب بطولة العالم للسنين اللي فاتت، وبنشوفه وهو بيجهز نفسه للمباراة اللي لو فاز فيها يحتفظ بلقب بطولة العالم. وبتروح له مراته مورين وبتسنده وبتقول له انه قدها واكيد هيكسب. وبتبدأ المباراة وبيكون واضح ان خصم بيلي اقوى منه بكتير، وده لانه تسبب له في اصابات خطيرة وبينزف من عينه الشمال. وبيحاول مدرب بيلي انه يديله نصايح علشان يتفادى الضربات. وبعد أكتر من جولة بيقدر بيلي أخيرا إنه يفوز وبيحتفظ باللقب. وبيروح علشان يغير هدومه وبيستعد للمؤتمر الصحفي، وبيكون وش بيلي متدمر من كتر الضرب. وهناك بيسألوا صحفي عن مين هيكون خصمه اللي جاي، ووقتها بيدخل واحد اسمه ميجل وبيقول إن المفروض هو الخصم اللي جاي، وبيقول كمان إن بيلي جبان وخايف ينافسه، فبيتجاهل بيلي كلامه وبيسيبه وبيمشي. وبيروح وبيتكلم بيلي مع الراعي بتاعه، وده بيكون الشخص اللي بيصرف على تدريباته، وبيطلب منه انه يجهز منافسة في اسرع وقت ما بينه وبين ميجل علشان يوقفه عند حده. لكن الراعي واللي بيكون اسمه جوردن بيرفض، وده لان ميجل المفروض ملاكم مبتدئ وما يستاهلش انهم يديله اهمية. وبيروح بيلي على البيت وبيروح وبيحضن ليلي بنته وبيطمن عليها انها بخير. وبتحاول مورين انها تتكلم معاه وتقول له انه لازم يوقف الماتشات العنيفة اللي بيلعبها لانه بيدمر نفسه، وخلال سنة أو 2 بالكتير هيكون خسر صحته، وإن بنتهم لسه صغيرة ومحتاجاه.
وتاني يوم بيروح جوردن ومدرب بيلي على البيت وبيعرضوا عليه تحدي ملاكمة مع ملاكم اسمه توراي، لكن مورين بتكون رافضة العرض ده ومش عايزة بيلي يكمل في الملاكمة أصلا، فبيرفض بيلي الماتش وبيكون المدرب بتاعه متضايق. وبالليل بيروح بيلي ومورين لحفلة خاصة بمكان لرعاية الأيتام، وبنعرف إن بيلي ومورين متربيين في دار الأيتام، وإن لولا مساندة ودعم مورين ليه ما كانش هيقدر يوصل للي هو فيه دلوقتي. وفي الأثناء دي بيوصل ميجل وبيحاول يستفز بيلي وبيتكلم على مورين بطريقة مش كويسة، فبيتعصب بيلي وبيتخانق معاه، وبالغلط بتخرج رصاصة من مسدس حارس ميجل وبتيجي في مورين واللي مش بتستحمل وبتموت قبل ما توصل عربية الإسعاف. وبينهار بيلي وبيعرفوا الضابط إنهم مش قادرين يحددوا القاتل بسبب العدد الكبير، وكمان مفيش أي حد اعترف على الشخص اللي ضرب الرصاصة. وأثناء جنازة مورين بيكون بيلي لوحده بسبب إنهم ملهمش عيلة. وبتعدي بعدها أيام كتير على بيلي وهو منهار ورافض إنه يخرج من البيت، وبيكتئب لدرجة إنه كان هينتحر، بس بيتراجع في آخر لحظة علشان بنته ليلي واللي بتكون منهارة هي كمان لموت مامتها. وبيروح جوردن لبيلي وبيعرفوا إنه عليه ديون كتير وإنه لازم يدخل ماتش بطولة العالم علشان يسدد ديونه، وإلا هيضطر إنه يبيع البيت ووقتها بنته هتكون في الشارع، فبيضطر بيلي إنه يوافق. وبسبب حالة بيلي النفسية وانهياره بيخسر الماتش وبيضرب الحكم وهو متعصب، وبيبلغوا جوردن انه اتفصل من اتحاد الملاكمة وخسر البطولة وبكده ملهوش شغل عنده. وبيعرفوا كمان انه من دلوقتي هيدرب الملاكم ميجل، وده لانه مش متهور زيه، وكمان ميجل محدد اهدافه وهيقدر يكسب اللقب بسهولة. ووقتها بينهار بيلي وبيعمل حادثة قدام بيته، وبتسمع بنته صوت العربية وبتبلغ الإسعاف واللي بينقلوه بسرعة للمستشفى. وبتقرر المحكمة إنها تاخد بنت بيلي وتحطها في دار رعاية لأن بيلي بقى بدون شغل وكمان خسر بيته فمش هيقدر يتحمل مسؤوليتها. وبينهار بيلي أكتر لأنه خسر آخر حاجة كانت فضلاله. وبيروح بيلي وبيزور بنته لكنها بتعامله وحش لأنها بتكون مفكرة يتخلى عنها وبتسيبه وبترفض إنها تكمل المقابلة. وبيروح بيلي صالة ملاكمة علشان يتدرب ويقدر يرجع لشغله مرة تانية، لكن مش بيكون معاه فلوس، فبيقولوا صاحب الصالة اللي بيكون اسمه ويلز إنه ممكن يتدرب هنا بدون فلوس، لكن في المقابل هينظف صالة الملاكمة بالليل. فبيتعصب بيلي في البداية لأنه بطل العالم في الملاكمة وإن بكده ويلز بيهينه، لكن مش بيكون عنده حل تاني فبيضطر إنه يقبل بالعرض. وفعلا بيبدأ بيلي إنه يتدرب وبالليل بينظف المكان، وبيتعرف على ولد اسمه هابي واللي كان من أشد معجبين بيلي وطريقة لعبه وكان واخده قدوة ليه. وبيروح بيلي علشان يشوف بنته لكنها بترفض تقابله أكتر من مرة، فبيتعصب بيلي وبيروح للحانة اللي بيسهر فيها ويلز. وبيتضايق ويلز لما بيشوف بيلي قدامه لأنه بيحب يكون لوحده، وبيعتذر له بيلي على طريقته وبيعرفه إن بنته رافضة إنها تشوفه وهو مش عارف يعمل إيه. وبيقول له ويلز إنه لو عايز يصلح حياته لازم يغير طريقته الأول ويتخلى عن عصبيته اللي بسببها خسر كل حاجة. ووقتها بيطلب بيلي من ويلز إنه يدربه علشان يرجع لمستواه من تاني. وبتعدي الأيام على بيلي وبيبدأ سلوكه يتغير، وبيدرب بيلي هابي علشان يطور من نفسه، وفي نفس الوقت بيدرب ويلز بيلي علشان يقدر يرجع لمستواه من تاني. وبنعرف إن ويلز كان ملاكم محترف لكن تم استبعاده بسبب إصابته في عينه. وبنروح للمحكمة واللي بترفض تسليم ليلي لأبوها لأنه لغاية دلوقتي لسه ما جابش بيت ولا عنده شغل يقدر يصرف منه عليها. وبيقترح ويلز على بيلي إنه يرجع للملاكمة في أسرع وقت لأن وقتها هيكون عنده دخل وهيقدر يرجع بنته مرة تانية. وفعلا بتوصل لبيلي دعوة إنه يخوض قتال لصالح جمعية خيرية، وبما إن النوعية دي من المباريات مش بتحتاج لرخصة من اتحاد الملاكمة فبيوافق بيلي، وبكده بيكون بيلي راجع للملاكمة بشكل رسمي. وبيروح يزور بنته واللي بيعرفها إنه مش هيقدر ياخدها دلوقتي لأن لسه مش عنده دخل ثابت، لكن ليلي بتتعصب وبتفضل تزعق وبتضربه وبتسيبه وبتمشي. وبنروح للمباراة اللي بيقدر بيلي فيها إنه يفوز على خصمه وبيستعيد حب الناس ليه من تاني. وبعد المباراة بيروح جوردن الراعي السابق لبيلي وبيعرض عليه إنه يدخله لاتحاد الملاكمة من تاني، وفي المقابل هينظم مباراة بينه وبين ميجل، وبيوافق بيلي بدون تفكير وبيروح وبيطلب من ويلز إنه يدربه، لكن بيرفض ويلز لأنه ما يقدرش يدرب لمباراة كبيرة زي دي. لكن بيلي بيعرفه إنه لازم يخوض المباراة دي علشان ينتقم لمراته، وبيفضل ويلز على موقفه وبيرفض يدرب بيلي. وبالليل بيروح بيلي لويلز لكن بيلاقيه بيعيط وبيعرفه إن هابي مات، وده بعد ما أبوه ضربه وهو بيدافع عن والدته. وبيكون ويلز منهار لموت هابي وبيقرر إنه يدرب بيلي علشان ما يخسرش بنته زي ما فقدوا هابي. وبتقرر المحكمة أخيرا إنها ترجع ليلي لباباها لأنه بقى عنده شغل وهيقدر يتحمل مسؤوليتها.
وفعلا بياخد بيلي بنته من دار الرعاية وبيوديها تزور قبر مامتها، وبعدها بيوصلوا لشقة صغيرة أجرها بيلي علشان يعيش فيها مع بنته. وبتطلب ليلي من باباها إنها تحضر معاه ماتش الملاكمة، لكنه بيرفض في البداية لأن مورين ما كانتش بتحب ليلي تحضر المباريات دي وتشوف باباها وهو بيتضرب. لكن بتقدر ليلي في الآخر إنها تقنعه وبتقوله إنها تستناه في أوضة اللبس. وبيبدأ الخصمين يستعدوا للمباراة، وبيكون واضح إن الأدوات اللي بيستخدمها بيلي ضعيفة جدا بالمقارنة لتدريبات ميجل، لكن للأسف مش بيكون متاح غيرها. وبنوصل ليوم المباراة وفعلا بتحضر ليلي المباراة وبتستنى مع المربية بتاعتها، وبتكون المباراة شرسة بين الخصمين. وبيتفاجئ ميجل بطريقة لعب بيلي واللي تخلى عن العنف وبقى أهدى وأفضل في صد الهجمات. وبيقدر ميجل إنه يصيب بيلي وبيتسبب في نزيف في عينه الشمال مرة تانية، لكن بيلي بيقدر إنه يصمد في باقي الجولات، وده بيعصب ميجل وبيحاول يستفز بيلي وبيتكلم على مورين بطريقة مش كويسة، فبيفقد بيلي أعصابه وبيبدأ إنه يضرب ميجل بعنف. لكن بيقدر ويلز إنه يهدي بيلي وبيفكروا إن ميجل بيعمل كل ده علشان يفقدوا أعصابه ويكسب هو المباراة، وفعلا بيقدر بعدها إنه يتحكم في أعصابه وبيسيطر بيلي على المباراة. وبنوصل للمباراة الأخيرة اللي بيتعادل فيها بيلي مع ميجل، وبينتقل التصويت للحكام واللي بيصوتوا لصالح بيلي، ووقتها بيفوز بيلي بالبطولة وبيرجع له اللقب مرة تانية، وبيهدي الجايزة لويلز لأنه دعمه في الوقت اللي كل الناس اتخلوا عنه فيه. وبتروح ليلي وبتحضن باباها وبيكون فخورة بيه وإنه رجع أقوى من الأول، وبتطلب منه ليلي إنه يرجعوا على البيت وبيكملوا حياتهم زي ما مورين كانت عايزة، وبينتهي الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات عايزيني ألخص فيلم إيه اللي جاي.